السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يا ترى اكلتنا النهارده هتكون ايه؟ شايفين المنظر بجد تحفة. ايه رأيكم بقى في الشكل ده؟ في البداية نحط لايك للفيديو، نشترك في القناة، ونفعل الجرس، ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. هنجيب البولة بتاعتنا، نحط كوباية دقيق ونص كوباية كده نشا، واحط بقى كمون وملح وفلفل وشوية شطة وبابريكا بالشكل ده كده. تمام. ومعلقه بيكنج باودر صغيره، واقلب بقى كل الخليط ده كده واسيبها على جنب. اجيب بقى بوله تاني واحط قطعه توم زي ما انتوا شايفين، وبيضتين وكوبايه دقيق، وبرده نفس كوبايه نص كوبايه النشا، وملح وفلفل وبرده كمون وشطه وبابريكا وفلفل اسود. واجيب كده شويه كزبره خضراء واقطعهم كده على الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. واجيب بقى ميه دافيه كده وابتدي ادوب الخليط بتاعنا واخليه عجينه سايله. تمام، مش سايله قوي يعني. واجيب بقى القرنبيط بتاعنا كده بعد ما سلقناه كده، واحطه في الخليط السائل، وبعدين احطه في الدقيق بالشكل ده كده. تمام. وعندنا بقى زيت غزير سخن، وابتدي بقى احمر القرنبيط بتاعنا. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. نعمل مع بعض تاني واحدة. تمام. حطينا كده القرنبيط في العجينة السايلة، وبعدين في الدقيق بتاعنا والمكونات اللي عملناها مع بعض. تمام زي ما انتوا شايفين. وحمر بقى بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم الريحة والطعم مش قادرة اوصف لكم الجمال. جربوها بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم ايه. هعمله بقى بطريقة تانية. هجيب بقى القرنبيط كده وابتدي افتته قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، واحطه بقى في العجينة السايلة واعمله راس كده زي الهمبرجر. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم برضو الطريقة دي حلوة قوي قوي. تمام كده. اللي يعجبه طريقة من الطريقتين يعملها. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا الشكل بتاعها تحفة بجد زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. تمام. اللي نسي اللايك يحط اللايك واشترك في القناة ويفعل الجرس. ايه رأيكم؟ شايفين ولا بيفك في الزيت ولا حاجة بالطريقة دي. مقرمش، مش قادرة اقول لكم الطعم بقى تحفة اهو. شايفين؟ يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. يلا قوموا بقى هاتوا قرنبيط بعد ما تشوفوا الفيديو دوت. اتشجعوا وقوموا اعملوا بقى قرنبيط زي كده ودفيكوا في الشتاء. شايفين المنظر اهو؟ دي القرنبيط الاقراص اللي انا عملته. تمام كده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. اسيبكم في رعاية الله، احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.